اولا الاخ والصديق امين رغيب له تحيه خاصه وله اعتبار كبير في القلب ديالي كانسان كون راسو ومشى دار البصمه ديالو في هذا الميدان، وكنت نفتخر به وباقي تنفتخر به كمدون في هذه مجموعه من المجالات. التدوينه ديالي ما كانتش ضد او كتستهدف امين راغب، بالعكس. انا اقولها واعيدها، افتخر به ولا زلت افتخر به، ولكن على المنهجيه ديال البرلمان المغربي. البرلمان المغربي في هذه الخطوه اولا هي خطوه تنويريه تثقيفيه الاعضاء ديال البرلمان، وثانيا عندها واحد البعد اللي هو دولي، لانه البرلمان الاوروبي كيتصنت وهو نوع من الرد على هذه الادعاءات نتاع البرلمان الاوروبي وبعض المعاديين المؤسسات دوليه معاديه للمغرب. فبالاحرى كان يكون الرد انا هذا الفكره ديالي، وقد اصيب قد اخطئ. الفكره ديالي هو يكون حاضر فيها ايضا الجانب المؤسساتي المغربي، يعني نعيطوا الاكاديميين، نعيطوا الممثلين على شركات ايضا مختصه في الامن المعلوماتي كتشتغل داخل وعندها المغرب وعندها صيت خارج المغرب، وايضا واحد المجموعه من المؤسسات اللي ديال الدوله ايضا، بما فيها الهيئه العامه للامن النظم، وما فيها اللجنات نتاع حمايه المعطيات الشخصيه الى غير ذلك. فانا كنت كنفضل تكون واحد اللجنه دايره من البرلمان المغربي، ولكن تكون بتكوين واحد اللجنه اللي ولا هذاك اليوم دراسي سموه يوم دراسي ما يكونش فيه متدخل واحد، يكون فيه واحد مجموعه ديال المتدخلين الكل يدلي بيدلوه في هذا المجال. والجانب الاكاديمي جد مهم، لانه البحث العلمي ماشي اي واحد كيديرو، والجانب المؤسساتي الاكاديمي ايضا مهم في الرد. فقط هذا هو الجانب الوحيد اللي كان عندي عليه ملاحظه، وفقط هي ملاحظه. على اي نحن مغاربه كلنا الحس مواطناتي لا عند امين راغب ولا عند البرلمانيين المغاربه ولا جميع المواطنين المغاربه ولا ايضا الاكاديميين، وهذاك الحس مواطناتي هو اللي دفعني باش نجاوب، ونتمنى الله الميساج ما يتفهمش غلط. واكيد غادي يكونوا ندوات اخرى فاش غادي يتجمعوا جميع الفعالين، وغادي ندعو فيها ايضا امين راغب وغيره من الفعاليات الاكاديميه والعلميه والتقنيه واللي في البحث العلمي وايضا المؤسساتيه. للاشاره فقط، عبد ربي رئيس الجمعيه المغربيه للثقه الرقميه، فايضا الثقه الرقميه كمجتمع مدني كان يعني بالاحرى ايضا حتى هي تعطي راي ديالها في هذا المجال. وكجمعيه راه صوبنا واحد الغابور، يعني واحد المقال مستفيض علميا اللي كيجاوب على هذا الشيء، وغادي نخرجوه في الوقت المناسب في الايام القليله القادمه ان شاء الله.